السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ولاء من سوري تنمية مهارات وحلقة جديدة عن حضاناتنا. اتسألت كذا مرة من أصحاب الحضانات اللي أنا بتشرف بزيارتهم ايه سبب انخفاض أعداد المشتركين في الحضانات في الوقت ده من السنة، والسنة دي الموضوع ظاهر أكتر وباين قوي قوي. خلينا كده نتفق مع بعض ان احنا دايما في الشتاء، في موسم الشتاء لما الجو بيسقع قوي الاولاد بتبتدي تقل في الحضانات عندنا، والاشتراكات بتقل نتيجه ان اولياء الامور بيخافوا على اولادهم في انهم ينزلوا في الجو البارد قوي، بالذات في السنين الاخيره بسبب الكورونا وكده عشان الاولاد ما تتعديش. بس السنه دي للاسف كان الموضوع في كذا عامل مشترك بجانب العامل دوت. اولا احنا داخلين على رمضان السنه دي جاي بدري، جاي في الشتاء، فاحنا لحمنا الموسم الشتاء مع رمضان. في رمضان احنا عارفين ان الحضانات كلها ما بيبقاش فيها اشتراكات، ما بينزلش الاولاد، ما بتنزلش غير الاولاد اللي هم بيكونوا اولياء امورهم بيشتغلوا فهم مضطرين ان هم ينزلوا، لكن الاطفال اللي بيكونوا اوريدي قاعدين مع مامتهم في البيت هم مش مضطرين النزول. يبقى احنا قلنا اول سبب ايه الجو. تاني سبب رمضان، احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تالت سبب، وده السبب اللي مأثر قوي قوي السنه دي، ارتفاع الاسعار، الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي. اولياء الامور بيحاولوا، او كلنا عموما يعني بنحاول نشوف ايه الحاجه اللي احنا نقدر نستغنى عنها وبنستغنى عنها. فهم بيشوفوا من البنود اللي يقدروا يستغنوا عنها بند الحضانه. اهم حاجه يعني البنود دي ما تخصش الاكل والشرب، لان ما ننساش ان برضو الاولاد اللي بيجوا في حضاناتنا بيبقى ليهم اخوات بيبقوا في المدارس وبيبقوا بياخدوا دروس، والموضوع بالنسبه لهم بيبقى برضو مرهق، فبيكونوا بياخدوا دروس وبيكون الموضوع بالنسبه لاولياء الامور مرهق جدا جدا. فاهم الاسباب اللي قلل عدد المشتركين في الوقت ده الجو مع رمضان. والسنه دي زي ما اتفقنا ان كان في كمان عامل زياده، وهو الغلاء الاسعار والمعيشه. طب ازاي نتغلب بقى على الموضوع دوت؟ نفكر بقى، حاولوا تعملوا عروض، حاولوا تنزلوا شويه من قيمه الاشتراك، حاولوا يكون في اكتيفيتيز اكتر، حاولوا يكون في مثلا خدمه اضافيه للاولاد اللي عندنا، انه لو مثلا ليهم اخوات في المدارس يقدروا يجوا نعمل معاهم نساعدهم في الهوم ورك بتخفيض معين، هنقدم لهم مثلا عروض مدرسين بتخفيض. المهم ان يكون في الموضوع يكون بالنسبه لهم مشجع عشان نقدر نجذب اكبر عدد ممكن من الاطفال. وربنا طبعا يرزقنا جميعا، وربنا يا رب يعدي الازمه اللي احنا فيها دي على خير، ويرزق الجميع ان شاء الله، والحياه تمشي زي ما كانت كده. واتمنى ان انا ما اغيبش عنكم تاني. وده كان فيديو سريع كده بس عشان انا اتاخرت عليكم كتير، وناس كتير بعتوا لي وقالوا لي انت ما بقيتيش تعملي فيديوهات ليه، مفيش وقت للاسف والله. ان شاء الله باذن الله احاول ان انا اتواصل معاكم باستمرار، ولو في اي سؤال ابعتوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.